أدعو معالي رئيس منظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول الدكتور أحمد ناصر الريسي من أجل إلقاء كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي وزير الداخلية سعادة الأخ عبد اللطيف الحموشي، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير. يسعدني التواجد معكم في هذه المناسبة والمشاركة في الاحتفالات بالذكرى السنوية 68 على تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني في المملكة المغربية، التي تقام بالتزامن مع انعقاد الدورة الخامسة للأيام المفتوحة للأمن الوطني. واسمحوا لي بداية أن أتقدم بالشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على اهتمامه بدعم الجهود الرامية لتعزيز العمل الأمني عربيا وإقليميا ودوليا، والتي كان لها أثر لافتا في تفعيل آليات التعاون بين المملكة المغربية والهيئات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة الانتربول. والشكر موصول لسعادة الأخ عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني والجهات المعنية بتنظيم الحدث على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وعلى إتاحة الدعوة الكريمة لحضور هذا الحفل. الحضور الكرام، تعد المملكة المغربية عضواً فاعلاً في الانتربول منذ نحو 7 عقود، حيث انضمت إلى المنظمة في عام 1957، وكان لها دوراً محورياً في دعم أكثر من 10 مشاريع والمشاركة فيما يزيد عن 20 عملية للمنظمة حول العالم. وفي هذا المقام أود أن أهني المملكة على اختيارها بالإجماع لاستضافة الدورة 93 للجمعية العامة للانتربول المقرر عقدها في مراكش عام 2025، والتي تأتي بعد التجربة الناجحة لاستضافة المملكة لاجتماع الجمعية العامة 76 في مراكش في نوفمبر 2007. يعكس هذا الاختيار ثقة الدول 196 الأعضاء بالانتربول في المنظمة الأمنية في المملكة، وقدراتها واستعدادها الدائم للعب دورا هام على الصعيد الإقليمي والعربي والإفريقي في سبيل تعزيز جهود التعاون الدولي للحد من المخاطر والتحديات الأمنية التي تواجه المجتمعات حول العالم. واسمحوا لي هنا الإشادة بتقدم واحترافية المؤسسات الأمنية المغربية، التي تعتمد استراتيجية متعددة الأبعاد تجمع بين الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يرسخ مكانتها كشريك استراتيجي رائد للأجهزة الأمنية والمنظمات العالمية، ومهد الطريق أمامها للعب دور محوري في مكافحة الإرهاب وجرائم تهريب المخدرات والإتجار بالبشر وكافة الأشكال الجريمة المنظمة. وأؤكد هنا على أهمية الجهود التي تبذلها المملكة المغربية والدعم الذي تقدمه لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، خاصة وإن هذا الدعم تستفيد منه كل الدول للتصدي للتحديات الحالية، حيث أن ثمرة التعاون من مساهمة المغرب في دعم العديد من عمليات ومشاريع الانتربول التي أسفرت عن تفكيك شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في شمال أفريقيا، ومواجهة تهديدات الاستغلال الجنسي للأطفال، ومكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة والأدوية والسلع، والحد من انتشارها في دول المنطقة. الحضور الكرام، سعت منظمة الانتربول ومنذ تأسيسها قبل أكثر من 100 عام على تعزيز التعاون الشرطي ومكافحة مختلف أشكال الجريمة حول العالم. ولا شك بأن التعاون الدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود أصبح أمرا حتميا في عصرنا الحاضر لضمان أمن المجتمعات وسلامتها. أكدنا خلال السنوات القليلة الماضية على ضرورة استخدام الدول الأعضاء في المنظمة لقواعد بياناتنا 19 التي تزخر بمعلومات قيمة عن الجرائم والمجرمين، حيث تحتوي على قواعد البيانات هذه على ملايين القيود المسجلة
التي تشمل معلومات هامة عن المجرمين والممتلكات المسروقة والأسلحة وتهديدات وغيرها من البيانات. وأود أن أؤكد مجددا على أهمية استخدام الدول الأعضاء للمصادر المفيدة وقواعد البيانات التي توفرها منظمة الانتربول لمكافحة الجريمة، والاستفادة من المبادرات العديدة التي أطلقتها، والاستفادة كذلك من بناء القدرات وتدريب موظفي إنفاذ القانون وتسليحهم بالمعارف وأفضل الممارسات، وذلك لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وتعزيز كفاءة العاملين في مكاتب الانتربول الوطنية المركزية حول العالم. في الختام أشكر منظمي هذا الحفل الكريم على الاستضافة، وأبارك لمديرية العامة للأمن الوطني بذكرى تأسيسها، متمنيا لها ولجميع العاملين في قطاع الأمن الوطني المغربي التوفيق والنجاح في جهودهم لحماية أمن وسلامة المجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم معالي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول الدكتور أحمد ناصر الريسي.